هنأكل رعد دلوقتي. تاكلوا ايه دي؟ انت جميل. بس طبعا بياكل 25 كيلو لحمه يوم ويوم ويوم. طب النهارده مش يوم الاكل صح؟ لا الاكل موجود في البيت اللي جوه. وصاحبه في البيت في الناحيه الثانيه. ما بتحطوش الفهود مع بعض صح؟ لا لو معاهم نتاية يبقوا مع بعض، عشان النتاية اللي بتسيطر على القطيع بتاع الضباع. فالاثنين اللي عندنا الكرة لو بقوا مع بعض يتخانقوا مع بعض. ايوه لكن لما يكونوا لوحدهم ما ينفعش، لازم معاهم نتاية. لازم يبقى معاهم نتاية عشان هي اللي بتسيطر عليهم. على فكرة بدأ يستفز صح كده؟ مستفز انت كده مستفز صح يا را؟ لا شيل اللي في تكتب لو سمحت. هو مستفز، بيبص لها بصه مش لطيفه. ايوه كده. لان هو كده بدأ ايه، الراجل اعصابه تعبت. تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، اشتركوا في القناه ياسمينة. حتى الحيوانات استفزت. جميل. باي رعد. على فكرة هو بيبص على النونة دي، يعني بص مركز معاها. هو نفسه هو لو هيعرف هو ما بينطش، خدي بالكم. لو كان كده كان ممكن يعني ايه. وبعدين انا بتهيألي ما بيصطادش بسهولة صح؟ يعني بيحب النمرة او الاسد هو اللي يصطاد وهو ياكل البواقي. لما بتصطاد لازم. طب وانت مش بتخاف منه يا محمد؟ لا ما انا معاه على طول وبرضه بحرص منه. لا برضه خد بالك، يعني بص اصل هو بسطه، وبعدين هو ليه عينيه ما بتترفعش لفوق؟ ليه؟ يعني عينيه ثابته بحس. على فكره بتاعك تخش في عينيه، بص عينيه. لا مش عارفه. خلاص يعني خلاص. لان هو كده بدأ يستفز. لا هي مش طايله. مش طايله وهو مستفز. بص امسكي امل واكليه يا روحي. يلا.